ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صنف خضار سهل جدا وبسيط بمكونات بسيطه جدا في كل بيت. عباره عن شويه خضار كده بس ومعلوش اي حاجه غير توابل ومحطوط في الفرن. عايزه اقول لكم طعمه تحفه بجد. ريحته جميله جدا وشكله حلو قوي. بصوا مستوي خالص ازاي، ما شاء الله شكله حلو قوي. وزي ما قلت لكم قبل كده احنا ممكن نعمل الطريقه دي مع بعض بالجناحات او بالفراخ. طريقتها سهله جدا وبسيطه على فكره. وعايزه اقول لكم والله انا عاملاها من غير اي حاجه، طعمها حلو قوي بجد. ندخل مع بعض في المقادير ونشوف الخطوات بتاعتنا ايه. ونشوف مع بعض يا حبايبي المكونات اللي معايا ايه. انا هنا معايا ملح، مكعب مرق الدجاج، فلفل اسمر، كاري، بس مش محتاجه اي حاجه اكتر من كده. وعندي هنا كوسه متقطعه ومتقشره. انا حكاها هنا بالمقوره، عملناها مع بعض قبل كده بتاعه الكوسه والبتنجان. وعندي هنا جزر، بطاطس مكعبات، بصل جوليان، فلفل متقطع حتت صغيره. عايزه حراق بارد براحتك، لو عايزه تحطي فلفل الوان او مشروم اي حاجه زي ما انت عايزه. كده دي كل المكونات اللي معايا، وهنحط بس عليها في الاخر معلقه زبده واحده بس. اكله صحيه جدا مفيده للي عندهم ضغط واللي عندهم سكر واللي بيعملوا دايت والكلام ده. مفيده الاكل الكيتو، الحاجات دي مفيده جدا جدا بجد، وطعمها حلو قوي بجد فعلا. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. انا كل اللي هعمله دلوقتي هاخد المكونات بتاعتي دي كلها اقلبها مع التوابل ونشوف شكلها عامل ازاي. انا جبت عندي حاجه واسعه عشان اعرف اقلب فيها كله على بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب كل التوابل دي على بعض. الطريقه دي سهله جدا على فكره، ما بتاخدش اي حاجه وطعمها حلو قوي بجد يعني. وعلى فكره خفيفه جدا في الاكل. نقلب كله بالطريقه دي كده. ندعك البصل فيها كده عشان يبقى ريحه البصله بتاعتي حلوه. طبعا الكميه دي ترجع لك حسب الكميه انت عايزاها. انا طبعا الكميات الكبيره دي بعملها لما يكون عندي عزومه مثلا او حاجه زي كده. طبعا انت حابه تقللي، لو عندك 3 4 صوابع كوسه، بطاطسايه واحده، جزرايه، هتبقى حلوه جدا ما فيهاش اي مشكله. بس انا قلبت كل التوابل بتاعتي على بعضها، نشوف هنعمل مع بعض ايه. انا عندي دي صينيه حاطه فيها ورقه فويل من تحت وورقه زبده. هفردها كده بالطريقه دي. بسم الله وهعملها كده بالشكل ده. ورقه الزبده وورقه الفويل هتساعد على تسويتها جدا وبيطلع طعمها حلو قوي قوي بجد يعني. يعني بصوا ما شاء الله كده اهي. عايزه اقول لكم من الاكلات الحلوه الخفيفه جدا جدا بجد. حابه بقى تحطي حراق، حابه تحطي بسله، اللي انت حابه حطيه. وعلى فكره الفلفل الالوان بيخليها حلوه قوي، بس للاسف انا ما عنديش فلفل الوان النهارده. بس انا كل اللي عملته كده. هضيف بقى حته زبده صغيره خالص على الوش بالطريقه دي. فتفتها كده حته صغيره خالص كده بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم الكميه اللي حطيتها بتاعت الزبده ما تكملش معلقه، يعني عايزه اقول لكم حاجه بسيطه جدا. بس فعلا بيبقى طعمها حلو قوي والله. ان شاء الله تعجبكم باذن الله، واتمنى انتوا تجربوها ان شاء الله. وما تنسونيش بقى في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات ان شاء الله. كده خلاص خلصت معايا، ما خدتش 5 دقايق. لو انت حابه تضيفي في قلبيها جناحات او فراخ زي ما احنا عملناها قبل كده مع بعض ضيفي. كل اللي هعمله هقفل ورق الزبده عليها بالطريقه دي كده بالشكل ده. احاول اقفل عليها كويس جدا عشان تستوي معايا حلو كده بالطريقه دي بس. وهغطيها كويس جدا واقفل عليها وادخلها الفرن ونسيبها تتسوى براحتها خالص لغايه ما تكمل سواها معاها. اهي بالطريقه دي كده. نفرغ الهواء ده كده كويس ونقفل عليها كويس جدا وندخلها الفرن. بس الافضل ان احنا نسيبها في التتبيله دي شويه صغيرين تدي طعم، بس ان شاء الله نص ساعه بس عشان تاخد طعم التوابل كلها مع بعضها مع الخضار، بيبقى شكلها حلو قوي. ندخلوها الفرن ونرجع نشوف مع بعض شكلها بقى عامل ازاي. وكده حبايبي عملنا احلى خضار مع بعض. بصوا شكله كده عامل ازاي من غير اي حاجه. انا عايزه اقول لكم ريحته وطعمه جميل جدا بجد، مستوي جدا وريحته تحفه بجد. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. بتمنى انتوا تجربوه، وما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.